مساء الخير. اليوم رح أحكي بهذا الفيديو عن موضوع ما يسمى بالإعلان الدستوري المؤقت اللي صدر عن سلطة دمشق بشهر آذار الماضي، تحديدا بتاريخ 13 آذار عام 2025. طبعا رافق هذا الإعلان كتير من النفخ والتضخيم والمبالغة، وكأنه إنجاز قانوني ليس له مثيل تمكنت من إصداره سلطة الجولاني. وهذا بالطبع منافي للواقع، هذا بالطبع منافي لمضمون هذا الإعلان اللي هو بظاهره إعلان قانوني يسعى لبناء دولة جديدة بمفهوم جديد تضمن حقوق المواطنين وإلخ. لكن اللي بيتمعن ببنود هذا الإعلان بشوف كم التناقض الكبير، سواء كان مقصود أو غير مقصود. طبعا التناقضات بهذا الإعلان بتبلش من الفقرة الافتتاحية، يعني من مقدمة الإعلان اللي بيحكي إنه هذا الإعلان صدر عن حوار أو صدر بعد حوارات مكثفة بين مختلف مكونات المجتمع السوري على هامش ما يسمى بالمؤتمر أو مؤتمر الحوار الوطني. يعني الإعلان هو بيدعي أنه نتاج توافق وطني بعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني كما تمت تسميته، والذي ليس له علاقة بأي حوار وليس له علاقة بأي وطنية. هذا المؤتمر كان عرض كراكوزي، عرض كوميدي، ضحك على اللحى. تمت دعوة شخصيات معينة، حتى أنه بعض الشخصيات سمعت أنها مدعوة بنفس يوم الإعلان، يعني صار فضيحة بهذاك اليوم. كتير ناس انتهى المؤتمر ووصلت الدعوة بعدين، يعني دليل أنه هذا المؤتمر بالنسبة للسلطة كان مؤتمر المهم أنه ينعقد، مو المهم شو رح يعمل. بشكل أو بآخر هو كان نوع من التخدير للشعب السوري بهذاك الوقت، اللي كان ذواق فعلا لحوار وطني بعد 5 عقود من الاستبداد. تم استغلال هذا الموضوع من السلطة وعملوا هالمسخرة اللي سموها مؤتمر حوار وطني. فالإعلان الدستوري بيحكي إنه نتيجة توافق وطني ناتج عن مؤتمر الحوار الوطني، لكن الإعلان الدستوري بنهاية المطاف كان صادر عن رئيس السلطة بشكل منفرد، وموقع عليه من رئيس السلطة، لم يكن صادر عن جهة حقوقية أو شخصيات حقوقية بشكل شفاف بشكل واضح. كان صادر عن رئيس الجمهورية بشكل مباشر بدون تبيان النص أو الآلية اللي بتخول رئيس سلطة مؤقتة يصدر إعلان دستوري مؤقت. عبارة انتصار الثورة السورية اللي وردت ببداية الإعلان الدستوري ما مرجعية قانونية، وما فينا نعتبرها مصدر قانوني لسن إعلان دستوري. يعني موضوع من يحرر يقرر، هذا شيء بتحكوا بالشارع، ما فيكم تحكوا بدستور بلد. إذا موضوع أنه هذا الدستور المؤقت هو دستور توافقي، هي كذبة كبيرة. بنكمل مع التناقضات بهذا الإعلان. الفقرة الأولى من الإعلان أو الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الإعلان الدستوري بتحكي إنه دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.
بالمادة 10 من الإعلان بتنص المادة 10 على أنه على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أي أساس ديني أو عرقي أو طائفي وغيره. لما أنت بتقول ما في تمييز بين المواطنين وبترجع بتحكي دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، هذا تناقض. يعني هدول المادتين في تناقض صارخ مع بعضهم. ما فيك تجمع بين الحرية الدينية والمساواة من جهة وفرض مرجعية دينية إسلامية أو تشريعية من جهة تانية، هذا تناقض جوهري. ثالثا، المادة 12 تصون الدولة حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقيات الدولية. بالمادة 23 من الإعلان الدستوري يجوز إخضاع أو حتى نكون دقيقين يمكن إخضاع الحريات لضوابط في حال كانت تشكل تدابير ضرورية. يعني أنت بالمادة 12 عم تتبنى الاتفاقيات الدولية اللي بتنص على صيانة حقوق الإنسان، بالمادة 23 عم تقيد هي الحقوق تحت عبارات فضفاضة غامضة مثل الآداب العامة أو سلامة الأراضي وما بعرف شو. يعني أنت بحجة الآداب العامة تفرض أو بتعطي لنفسك الحق تقيد حرية شخص بدون ما تشرح شو هي الآداب العامة هي اللي عم تحكي عنها. هاي الآداب العامة من مفهوم بمفهوم مين؟ من وجهة نظر مين؟ فهاي الفقرة بتفتح باب واسع للانتهاكات باسم الضرورة مع تجاهل الرقابة القضائية. فالمادة 23 تتناقض حكما مع المادة 12. رابعا، بما يتعلق بمجلس الشعب، وهي الكارثة صراحة. طبعا قبل ما أكمل أنا بتعامل مع هذا الإعلان ككوميديا بصراحة، كورقة ممكن لف فيها سندويش. لكن ليش عم بحكي هالحكي؟ مو لأني فعلا جاي انتقد هذا الإعلان أو جاي أحسن هذا الإعلان. أنا بعرف أنه السلطة الحالية ما همها تحسين وما همها حقوق وما همها غير فرض سلطة اللون الواحد والشخص الواحد بسوريا. لكن عم بحكي وعم فند هي النقاط حتى ممكن كتير من الناس المخدوعين بهذا الإعلان أو المخدوعين بهي السلطة لعل وعسى يشغلوا شوي ما يمكن تسميته إنه عقل ويقتنعوا بهي المهزلة. مادة انتخاب مجلس الشعب اللي هي المادة 24 بظن، بالفقرة الأولى بيحكي إنه يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب. عال. بعدين بالفقرة الثانية بيحكي إنه تقوم هي اللجنة بتشكيل هيئات تنتخب ثلثي المجلس، وبيكمل الثلث الثالث أو الثلث المتبقي يعين بشكل مباشر من رئيس الجمهورية. يعني أكثر من 33% من أعضاء مجلس الشعب معينين من الرئيس بشكل مباشر. التلتين اللي ضلوا أو 66.66% من أعضاء مجلس الشعب منتخبين ليس من الشعب لكن من هيئات أو من لجنة وهيئات معينة من الرئيس. يعني عم ندور بنفس الدائرة بشكل واضح. 100% من أعضاء مجلس الشعب هن معينين من الرئيس إما بشكل مباشر أو عن طريق وكيل اللي هي اللجنة المعينة من الرئيس. يعني اللجنة العليا هي اللي بيحكوا عنها هي مشكلة بقرار رئاسة بتعين تلتين والتلت اللي ضل بعينه الرئيس بشكل مباشر. هذا بيعطي الرئيس هيمنة كاملة على السلطة التشريعية اللي هي مفروض البرلمان أو مجلس الشعب. يعني هاي الآلية أفرغت السلطة التشريعية من استقلالها، وبنفس الوقت عم تناقض مبدأ الفصل بين السلطات اللي حكى عنه الإعلان الدستوري بمادة سابقة بظن كانت المادة رقم 2. خامسا،
التناقضات بما يخص شكل الدولة أو بنية الدولة أو هوية الدولة. بالمادة 7 بيحكي إنه الدولة تلتزم بالتنوع الثقافي واللغوي. المادة 4 بتحكي اللغة العربية هي الرسمية. طبيعي طبعا كونه الأغلبية بسوريا هن من العرب، فطبيعي جدا اللغة العربية تكون اللغة الرسمية، لكن الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي بيفرض عليك تعترف باللغات التانية، سواء كردية، سواء أرمنية، سواء آشورية، كلغات معترف فيها بالدولة. ما عم نحكي إنه هي اللغات لازم تكون لغة الإعلام أو لغة المعاملات الرسمية بدوائر الدولة أو لغة التعليم الأولى، لكن على الأقل لازم إشارة لهي اللغات كلغات معترف فيها، طالما أنت بمادة سابقة عم تعترف أو عم تعلن التزامك بالتنوع الثقافي واللغوي بالبلاد. يعني هذا اعتراف نظري فقط لا غير، بدون أي ضمانات لحماية حقوق المكونات الثانية أو لضمان التنوع اللي عم تحكي عنه. سادس نقطة عن السلطة التنفيذية اللي هي بين المواد من المادة 31 بظن للمادة 40 أو 42. عموما الرئيس هو بعين الوزراء، الرئيس بعين المحكمة الدستورية وقضاة المحكمة الدستورية، الرئيس بيعلن الحرب، بيعلن حالة الطوارئ، الرئيس بيشارك بالتشريع، الرئيس بيصدر العفو بدون أي رقابة، بدون أي موازنة حقيقية للسلطات. هذا اسمه نظام رئاسي، خلينا نسميه بصلاحيات مفرطة. هذا بناقض مبادئ المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية المفروض تقوم على تشاركية السلطة وليس على استفراد شخص واحد بكل الصلاحيات. بالمادة 50 بيحكي عن تعديل الإعلان الدستوري. تعديل الإعلان الدستوري حسب ما بيحكي بتتم بموافقة تلتين مجلس الشعب، وفقط رئيس الجمهورية بحق له يقترح تعديل الإعلان الدستوري. يعني هذا الإعلان الدستوري اللي انحط من الرئيس، فقط الرئيس عنده الصلاحية إنه يقترح تعديل، إجراء تعديل عليه، وهذا التعديل بيتم بموافقة تلتين مجلس الشعب اللي هن معينين سواء من الرئيس أو من اللجنة اللي عينها الرئيس. يعني إذا البرلمان قرر بيوم من الأيام يعدل إحدى المواد ما عنده هاي الصلاحية. إذا الشعب قرر يدعي لتعديل مادة من هاي المواد ما عنده هاي الصلاحية، فقط الرئيس هو اللي بحق له يعدل بالإعلان الدستوري. طبعا تعديل الإعلان الدستوري بكل دول العالم ما انه شغلة سهلة، شعوب بتناضل سنين أحيانا لتعدل مادة بسيطة، لكن على الأقل عندهم الحق بهذا الموضوع، عندهم الحق يقترحوا، يرفعوا، يتظاهروا في سبيل هذا الشيء. لكن هذا النمط المذكور بالإعلان الدستوري هو بصراحة نمط سلطوي بيسيطر على أو بيستأثر بالصلاحيات بهذا السياق. نرجع لموضوع المحكمة الدستورية العليا اللي هن بيكونوا مكونين من 7 قضاة حسب الإعلان الدستوري. شو يعني محكمة الدستورية العليا؟ المحكمة العليا دائما بكل أو بمعظم الدول اللي الدول بتحترم نفسها طبعا، المحكمة العليا هي المحكمة اللي بيتم اللجوء إلها كآخر حل، كخلص إنه هذا قراراتها ملزمة، سواء بخلافات حكومية، سواء بقضايا فساد، مسؤولين، سواء بتعديلات تشريعية، تعديلات دستورية. المحكمة الدستورية حتى بكثير من الدول عندها الحق تسائل الرئيس نفسه وتقيل الرئيس إذا اضطر الأمر، إذا في أسباب ملزمة طبعا. المحكمة الدستورية حسب الإعلان الدستوري المؤقت
الصادر عن سلطة الجولانة تتكون من 7 قضاة معينين جميعا من الجولانة. يعني الجهة الوحيدة المخولة إنه ممكن تسائل أو تحاسب أنا بعينها. عم ندور بنفس الدائرة المغلقة، مندور ومنرجع لعند المركز اللي هو الجولاني، مسيطر على البرلمان، مسيطر على التشريعات، مسيطر على القضاء. حتى في أحد البنود أنه بيذكر أنه رئيس الجمهورية عنده الحق بتوقيع المعاهدات الدولية. بمادة تانية بتحكي أنه صلاحيات مجلس الشعب أو البرلمان هي الموافقة على المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الدولية بأغلبية التلتين أو بالأغلبية بشكل عام. يعني فإذا اليوم نطلع على أرض الواقع رح اجي معك هذا الإعلان الدستوري أنت حطيته، أنت عم تخالفه اليوم. أنت عم تدعي أنه الإعلان الدستوري المؤقت يعطيك صلاحية التوقيع وليس الإقرار. يعني بعد مجلس الشعب ما يقر اتفاق معين أو معاهدة دولية معينة أنت مهمتك توقع عليها، أنت مهمتك تنفذ. فما بعرف على أي أساس أنت اليوم عم تلتقي برؤساء دول وعم توقع معاهدات استثمار وعم تتفاوض مع مسؤولين إسرائيليين بباكو وعم تتفاوض معهم بفرنسا وعم تلتقي وعم تقرر شكل الدولة بهذا الشكل العنجهي. يعني انت حطيت هذا الاعلان مو نحن، يعني فانت حطيته وانت عم تخالفه. لسه ما في مجلس شعب يعطيك الحق انك تتفاوض وتوقع معاهدات واتفاقيات سلام واتفاقيات استثمار بعيدة المدى واتفاقيات اقتصادية مع دول خليجية ومع دول أوروبية وما بعرف شو. هاي حسب الإعلان الدستوري هاي مفروض مجلس الشعب يوافق عليها. أنت لسه ما شكلت اللجنة اللي بدها تشكل الهيئات اللي بدهم يشكلوا مجلس الشعب. باختصار هذا الإعلان الدستوري مليء بالتناقضات، تناقضات بنيوية، تناقضات هيكلية، ازدواجية خطاب، يعني شيء مدني شيء ديني، شيء حقوقي شيء سلطوي، رئيس الجمهورية محتكر كل السلطات، تمويه لمفهوم تمثيل الشعب، استغلال لشعارات الثورة مشان نعيد إنتاج سلطة جديدة، سلطة استبدادية جديدة طبعا. وبنفس الوقت غياب الضمانات اللي أو البنود اللي بتضمن التنوع بالبلد ولا مركزية القرار. ما بعرف إذا هذا هو كان طموحنا كسوريين أو طموحكم أنتم اللي المبسوطين بهذا الإعلان. إذا هذا كان طموحكم مبروك عليكم، يعني مبروك من القلب بصراحة، تتهنوا. لكن هي الكارثة إذا ما حسيتوا تبعات اليوم رح يجوا وتحسوا فيها جميعا. بتمنى ما يتأخر اليوم. تحياتي للجميع.